السفر ده إدمان، واللي بيقع في حب السفر ما بيقدرش يبطله تاني. واسألوا نجرب. بنسافر عشان نكتشف البلاد، نكتشف الثقافات، نشوف الناس عاملة ازاي، الشعوب دي عاملة ازاي. أي حاجة في الدنيا تقدر إن أنت تبطلها، بس اللي سافر وأدمن الموضوع استحالة اللي هو يبطل. إحنا كان عندنا معلومات غلط كتير عن الدول وعن الشعوب وعن الثقافات، وللأسف ده اللي اتورث لنا، أو دي الفكرة اللي إحنا أخدينها عن الغرب. لما سافرت اكتشفت إن الناس بره عمليين جدا وبيحترموا الشغل جدا وبيحترموا المواعيد، واتعلمت كمان من الناس بره ان انا احب بلدي جدا، لان شفت الناس بتحب بلدها ومحدش خالص بيغلط في بلده. السفر ايا كان، لو سافرت سياحة او شغل، فهو بيخليك تعتمد على نفسك. السفر مدرسة كبيرة وبيخليك تتعلم حاجات انت ما تعلمتهاش طول حياتك، ولا في المدارس ولا في الجامعات. انا واحد من الناس شغال في مجال السياحة وبحب السفر جدا، ولما بلاقي الدنيا كلها مشاكل وقفلت معايا ومش قادر احلها، باخد لي كده اسبوع راحة ان انا اطلع اي بلد اغير جو، برجع احسن وبرجع بافكار جديدة. فانت لو تقدر تسافر سافر واسمع كلامي. لو مش قادر ان انت تسافر بره، جرب تسافر في المحافظات اللي داخل البلد عندك. ابدأ من دلوقتي، سافر واستكشف وجرب. اهرب من الروتين بتاعك، هتعرف معنى اوسع للحياة. عايزك تقولي لو انت سافرت قبل كده، عايز اعرف انت استفدت ايه من السفر. سلام.